السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. حين تطول الشدة ويثقل الهم على القلب، لا يترك الله عباده دون طمأنينة، بل يفتح لهم نوافذ أمل. ومن أعظم هذه النوافذ الرؤى الصادقة التي تأتي بعد الصبر، لتقول للنفس إن الفرج أقرب مما تظن. وأول هذه الرؤى رؤية النور بعد الظلام، فمن رأى في منامه أنه يخرج من ظلام إلى نور فهذه من أقوى رؤى الفرج، لأن الظلام في الرؤى يعكس حال النفس حين تضيق بها السبل ويكثر فيها الخوف والتردد. أما النور فهو رمز للهداية والوضوح، ودلالة على أن مرحلة الحيرة توشك أن تنتهي، وأن الله سيكشف للرائي طريقا لم يكن يراه من قبل. الرؤية الثانية هي رؤية نزول المطر الهادئ، فإذا رأى الإنسان مطرا نافعا هادئا لا يخيف ولا يسبب أذى، فهي بشارة رحمة وفرج قريب. فالمطر في الرؤى رمز للحياة بعد الجفاف، وكأن المنام يخبر الرائي أن الله يهيئ له رزقا ولطفا يأتيه من حيث لا يحتسب. الرؤية الثالثة هي رؤية اخضرار الأرض بعد الجفاف، فرؤية الأرض اليابسة القاحلة وقد اخضرت فجأة تحمل معنى عميق، فهي ترمز إلى حال كان ميؤوس منه ثم دبت فيه الحياة من جديد. وهذا يدل على أن أمرا ما ظن الرائي أنه قد انتهى، أو بابا اعتقد أنه أغلق إلى الأبد، سيعود إليه الأمل بقدرة الله. الرؤية الرابعة هي رؤية الطفل الجميل، فالطفل الجميل في المنام ليس مجرد رمز للفرح، بل هو إشارة لبداية نقية وخبر يحمل معه الخفة بعد الثقل. وكأن الرؤية تقول للرائي إن المرحلة القادمة ستكون أبسط وأقرب إلى القلب، وفيها تعويض عن التعب السابق. الرؤية الخامسة هي رؤية الطيور البيضاء. الطيور البيضاء في المنام ترمز إلى الرسائل المطمئنة وإلى السلام الداخلي بعد صراع طويل، فهي تدل على أن النفس ستستقر، وأن خبرا مفرحا أو راحة قلبية تقترب من حياة الرائي ولو لم تتضح تفاصيلها بعد. الرؤية السادسة هي رؤية الميت في حال حسن، فإذا جاء الميت في المنام بوجه مشرق أو في حال طيبة، فهي رسالة طمأنينة خالصة للرائي، تقول إن ما يقلقه سيزول، وإن الحزن الذي يسكن قلبه لن يدوم، وأن الله لا ينسى من لجأ إليه. الرؤية السابعة هي رؤية فتح الأبواب المغلقة، ففتح الباب بعد إغلاقه في المنام من أبلغ رموز الفرج، لأنه يشبه حال الإنسان الذي تضيق عليه دنياه وتغلق في وجهه الأبواب. وهذه الرؤية تدل على أن الله سيفتح له بابا لم يكن في حسابه، وقد يكون الفرج قريبا منه وأقرب مما يظن، ولكنه يحتاج فقط إلى الصبر. الرؤية الثامنة هي رؤية الصلاة والدعاء بخشوع، فالصلاة والدعاء وإتمام الصلاة في المنام والدعاء بخشوع من أصدق الرؤى وأقواها أثرا، فهي تعني أن القلب اقترب من الله، ومن اقترب من الله لا يخذله. وهذه الرؤيا تحمل وعدا خفيا أن الإجابة قادمة، وأن ما بعد الدعاء ليس كما قبل. وأخيرا، الرؤى الصادقة ليست وعدا كاذبا أبدا، لكنها طمأنينة تلقى في القلب تقوي الإنسان على الصبر. فإن رأيت شيئا من هذه البشائر فاعلم أن الله يريد بك خيرا، وأن الفرج حين يأتي ينسي الإنسان معه كل ما مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.